حد قالك قبل كده ان انت كل مرة بتتكلم على فضيحة حد بتنشرها بتشاركها بتخليها مجال للضحك او للهزار او للكلام او للحكي بوجه عام، بتتفصل حتة جميلة منك من روحك وتبعد عنك؟ انا بقى جاية عشان اقولك 4 حاجات. اول حاجة، انت بتبعد كل مرة بتختاب بتشارك في نشر فضيحة، بتقرا خبر فيه فضيحة، انت بتبعد اكتر عن روحك وصفائك ومعية الله. تاني حاجة، ان الستر امان. عارف ليه؟ لان ربنا قال من تتبع عورات الناس ربنا يتتبع عوراته لدرجة انه ممكن يفضحه جوه بيته. فانت لما تكون قاعد كده في حالك جوه بيتك وتلاقي الفضيحة داخلالك من حيث لا تحتسب، اعرف ان انت شاركت قبل كده في فضح حد، او ان انت اتكلمت قبل كده على حد اتفضح وانت شاركت بنشر الفضيحة دي. فالستر امان ليك لان ربنا هيسترك جوه بيتك وبره بيتك طول الوقت لو انت مش بتتتبع عورات الناس. تالت حاجة، هتستنى الفيديو الجاي عشان اقولك تالت ورابع حاجة.